إنسانة عادية، اللي يقابلها كمان ممكن يوصفها إن هي ظريفة، لكن في الحقيقة هي حاولت تقتل أكتر من شخص، وفي واحدة من المحاولات دي نجحت المحاولة. في يوم 2 سبتمبر سنة 2016 جه للبوليس بلاغ يبان إنه من البلاغات العادية. البلاغ كان بلاغ سرقة من واحدة اسمها أولجا، أوكرانية وبتشتغل في صالون للتجميل. أولجا بلغت إن هي كانت عيانة في المستشفى، ولما رجعت بيتها لقت بيتها مسروق منه مجوهرات وفلوس وأوراقها الشخصية وجواز السفر والبطاقة. وصل البوليس عشان يعاينوا البيت بعد السرقة. كانت في حبوب دواء مرمية في كل الأوضة، لكن أولجا ما كانتش تعرف عنها حاجة وما كانتش بتاخد أي أدوية. حكت لهم إن في اليوم ده بدأت شغلها في الصالون عادي، وفي نص اليوم جات لها واحدة من زباين الصالون، ست روسية اسمها فيكتوريا نازاروفا، وطلبت منها فيكتوريا تعمل لها رموشها لأن عندها مناسبة مهمة جدا. لما أولجا اعتذرت لأن مفيش أي مواعيد فاضية، فيكتوريا ألحت عليها إن هي تجيلها البيت بعد الشغل لأن عندها مناسبة مهمة جدا. ولما وصلت فيكتوريا كان معاها علبة فيها تشيز كيك من واحد من أكبر المحلات المشهورة في المدينة. أكلت فيكتوريا قطعتين وعزمت على أولجا بالقطعة التالتة، وبعد ما أكلتها حست إن هي تعبانة ومش متوازنة ودايخة، ودي آخر حاجة فاكراها قبل ما تفوق في المستشفى. اللي نقلها المستشفى كانت صاحبتها اللي كان بينهم ميعاد، وقلقت لأنها مش بتيجي ولا بترد عليها. راحت لها البيت ولقيتها فاقدة الوعي، والأوضة كانت درجة حرارتها عالية جدا. التدفئة كانت متولعة على آخر درجة رغم ان هما كانوا في شهر أغسطس، ولقت الأدوية متنطورة في الأوضة في كل مكان، وكان المشهد يبان وكأن أولجا انتحرت. لاحظ واحد من الضباط ان علب التشيز كيك الفاضية موجودة لسه في البيت، جمعها عشان ياخد منها عينة، وكمان خدوا عينة من حبوب الدواء الموجودة في الأوضة. لقوا ان الحبوب هي حبوب بيستخدموها عشان تعالج الاكتئاب وتهدي الأعصاب، لكن الحبوب هي صناعة روسية مش أمريكية. لكن علبة التشيز كيك ما قدروش يلاقوا فيها أي آثار لأي مادة مضرة أو سامة أو أي حاجة خالص. سألوا أولجا وزمايلها إذا كان في حاجة كانوا بيلاحظوها على فيكتوريا. قالت لهم ما كناش بنلاحظ غير الشبه الكبير اللي بيني وبينها. بدأوا البوليس يدوروا على فيكتوريا عشان يحققوا معاها في واقعة السرقة، ما كانوش لاقيينها لغاية ما لقوا إن صورها موجودة تحت اسم تاني على واحد من مواقع التعارف. ولقوا كمان محضر سرقة تاني متقدم ضدها. المحضر متقدم من روبن اللي اتعرف عليها على واحد من مواقع التعارف بالروسيات. روبن صاحب مغسلة للهدوم، قالت له ان هي بتطبخ كويس جدا وعزمته على العشاء. قبل العزومة وراح بيتها عشان يتعشى، وكانت عامله له سمك، ومن اول قطعة اكلها حس انه هيغمى عليه وانه مش متزن وعنده اعياء شديد. فيكتوريا تعاطفت معاه جدا وقالت له انه واضح عليه التعب وان هي هتوصله تاني لمكان شغله، وفعلا وصلته، وراحت قدام الموظفين بتوعه وقالت لهم ان هو شرب كتير جدا وانه عشان كده حالته الصحية مش كويسة. وظهرت فيكتوريا في كاميرات المراقبة بتاعة المحل وهي عمالة تتمشى وتنزل وتطلع، وبعد شوية روحت وجت اخت روبن، ومن حسن حظه ان هي شكت في حالته الصحية وقلقت عليه، خصوصا ان هي عارفة انه ما بيشربش، فطلبت الاسعاف. جت الاسعاف وخدته، وبمجرد وصوله المستشفى دخل في كوما، وفضل ايام بين الحياة والموت لغاية ما ربنا انقذه. ولما خف ورجع المحل لقى ان فيكتوريا موجودة في كاميرات المراقبة انها دخلت مكتبه، وان مكتبه ده اتسرق منه ساعة غالية جدا ومبلغ فلوس كاش غير مبلغ من الفلوس اتسرق من الفيزا بتاعته. بلغ البوليس وعمل محضر سرقة ضد فيكتوريا، وكل ده وهو مش متأكد ان هي ممكن كمان تكون سممته، ده هي بنفسها اللي روحته المحل بتاعه. البوليس بيدور على فيكتوريا، لكن اللي هيكتشفوه بعد كده هيبين ان روبن وكمان أولجا كانوا فعلا محظوظين. البوليس وهو بيدور في كل مكان على فيكتوريا اكتشفوا ان في شخص تاني هو كمان بيدور عليها. الشخص ده يبقى هيرمان وايسبرغ،
وايسبرغ هو ضابط متقاعد وبيشتغل حاليا مخبر خاص. اللي كان مكلفه يدور على فيكتوريا واحدة اسمها ناديا فورد. ناديا كانت روسية الأصل بتشتغل وعايشة في أمريكا، ومامتها علا عايشة في بلدهم الأصلية روسيا. ونادية كانت متعودة إنها كل يوم تكلم مامتها في التليفون عشان تطمن عليها وتحكي معاها شوية. وفي يوم سنة 2014 لقت مامتها بتحكي لها عن جارتها الجديدة اللي سكنت جنبها، وقد إيه هي ظريفة ومتصاحبة عليها. والجارة كانت فيكتوريا اللي كانت أيامها لسه عايشة في روسيا. ولأن نادية كانت عارفة إن علا مامتها بتثق في الناس بسرعة، فكانت حريصة إن هي تسمع أخبار فيكتوريا وتعرف عنها أكتر. وكانت بتقول إن ما كانش فيه أي حاجة باينة غير إن هي شخصية ظريفة، وهي وعلا بقوا أصحاب جدا. وفي يوم علا كلمت بنتها نادية وقالت لها إن فيكتوريا مسافرة على أمريكا، وإن هي بعتلها معاها فلوس وهدايا وبلطو فرو غالي. لكن نادية اتفاجئت بمامتها علا بتقول لها ان السفر اتأجل، وانها طلبت من فيكتوريا ترجع لها الحاجة تاني. المهم ان تاني يوم نادية كانت بتكلم مامتها زي كل يوم، لكن مامتها ما كانتش بترد. فضلت تتصل بيها طول اليوم اكتر من 100 مرة وبرضه مش بترد. اتصلت بفيكتوريا عشان تطمن عليها، كان ردها ان هي ما شافتهاش طول اليوم. بلغت نادية البوليس اللي اكدوا لها ان علا مامتها مش موجودة في البيت ولا لاقينها في اي مكان. نادية دخلت على النت على تفاصيل المكالمات بتاعت مامتها، ولقيت ان اخر شخص مامتها كلمته كانت فيكتوريا، ولا اتصلت باي حد من وقتها، وده كان يوم الاختفاء. نادية كانت متأكدة ان مامتها في خطر، وان فيكتوريا اكيد لها علاقة بالموضوع. اخدت اول طيارة وسافرت على روسيا، وبمجرد ما وصلت راحت لفيكتوريا وواجهتها واتخانقت معاها. فيكتوريا أنكرت وقالت لها إن هم حققوا معاها وإن ملهاش أي علاقة بالموضوع. والمفاجأة كانت لما نادية دخلت بيتهم، لقت إن كل حاجة غالية في البيت مسروقة، الفلوس، المجوهرات، حتى الفلوس اللي كانت بتحوشها مامتها في مكان سري محدش يعرفه كانت مش موجودة، والمكان كان فاضي. طلبت من البوليس إن هم ييجوا يعاينوا تاني، لكن للأسف ما كانش فيه أي دليل على فيكتوريا. بعدها بدأت ان هي تنشر صور مامتها في كل مكان وتطلب من الناس تساعدها وتعلن عن مكافآت، وقدرت توصل لواحدة من الكاميرات القريبة من بيتهم. وفي الكاميرا لقت صورة بتظهر فيها فيكتوريا وعلا جنبها. ما كانش حد عارف يأكد ان اللي في الصورة هما فيكتوريا وعلا، ما عدا نادية اللي كانت متأكدة ان اللي في الصورة هي مامتها علا. وبيتهيألي إنه واضح إن الشخص اللي جنب السواق نايم أو فاقد الوعي. نادية المسكينة حاولت توصل لفيكتوريا بأي طريقة، لما مردتش عليها بعتت لها رسائل كتير بتترجاها فيها إن هي ترجع لها مامتها، وعرضت عليها إن هي تتنازل لها عن شقتها وتديها فلوس وتتنازل عن أي بلاغ ضدها. لكن فيكتوريا ما كانتش بترد على أي رسالة. في الوقت ده البوليس كان بيعمل تحرياته عن رقم العربية اللي ظهر في الصورة، واللي اتضح فعلا ان فيكتوريا كانت مأجرة نفس العربية. لكن فيكتوريا خلاص سافرت وسابت روسيا، واتحطت صورتها على قائمة المطلوب القبض عليهم. ونادية كانت متفرغة خالص وسايبة شغلها عشان تدور على مامتها. لكن للأسف جالها أسوأ تليفون ممكن تسمعه. جالها تليفون من البوليس بيقول لها انهم لقوا بقايا هيكل عظمي مدفون، وان هما شاكين انه يخص علا، واللي فعلا كانت علا. نادية كانت عارفة ان فيكتوريا سافرت وكانت مصممة تلاقيها. حاولت تدور عليها على وسائل التواصل الاجتماعي. في البداية ما كانتش قادرة تلاقيها ابدا، لغاية ما نجحت ان هي تلاقيها. فيكتوريا كانت بتنزل صور كتير، ومن الصور قدرت نادية تعرف ان هي في نيويورك. سافرت على طول، وهناك عينت المحقق الخاص هيرمان عشان يدور عليها. هيرمان ما كانش عنده غير مجموعة من الصور، فضل يدور في تفاصيلهم صورة صورة لغاية ما وصل لمعلومات من مراية النضارة اللي دايما لابساها وهي بتتصور سيلفي. قدر يعرف من مراية النضارة نوع العربية اللي هي راكباها، شكل الكراسي وتفاصيل تانية فيها، وكمان شكل المبنى والشارع اللي حواليه اللي دايما بتتصور قدامهم. هو كأنه بيدور على إبرة في كوم من القش في مدينة فيها 8 مليون إنسان. هيرمان كان بينزل كل يوم يدور على العربية في مواقف العربيات الكبيرة اللي موجودة عند محطات القطر أو المراكز التجارية،
وكمان كان بيلف الشوارع شارع شارع يدور على العربية في الأوقات اللي دايما الناس بتكون راكنة فيها. وفي النهاية فعلا من كتر إصراره قدر يوصل للعربية راكنة في واحد من الشوارع، وكان وراها نفس المبنى اللي بيظهر في الصور. والغريبة إن العمارة كانت على بعد 4 عمارات بس من المكان اللي ساكنة فيه نادية في أمريكا. المهم إن هو راقبهم وعمل تحرياته وقدر يعرف إن العربية والبيت هما ملك صاحب فيكتوريا اللي هي عايشة معاه حاليا، وبلغ البوليس الدولي وبلغ البوليس في أمريكا واتقبض عليها. صاحبها ما كانش عارف حاجة خالص، بالعكس هو كان شاكك فيها إن هي اللي سممت الكلب بتاعه عشان بتغير منه. وأول حاجة لقوها لما فتشوا البيت بطاقة وأوراق أولجا المسروقة اللي كانت ناوية تنتحل شخصيتها بعد ما تقتلها. واتقدمت فيكتوريا للمحاكمة وأنكرت أي علاقة ليها بقتل علا، وقالت في لقاء معاها إن هي ما أجبرتش أولجا إنها تاكل من التشيز كيك. لكن التحقيقات أثبتت إن دواء الأعصاب اللي كانت مالية بيه البيت واللي كانت حاطاه لأولجا في التشيز كيك بيتحول في الحرارة لمادة سامة، وعشان كده هي كانت فاتحة التدفئة على الآخر في البيت. أولجا قالت في المحكمة إن هي تسببت لها في صدمة كبيرة وخلتها تفقد الثقة في كل الناس ومش قادرة تتعامل مع حد. المحاكمة اتأجلت كتير بسبب الجائحة، لكن في الآخر اتحكم عليها بالسجن 15 سنة بتهمة محاولة قتل وانتحال شخصية أولجا قبل ما يتحكم عليها. وفي سنة 2018 اتعرضت لاعتداء شديد جدا من الساجنات مش معروف سببه، وبعدها رفعت قضية على الحكومة بتطالبهم بتعويض لأنها شافت إن حراس السجن اتعمدوا يسيبوا الساجنات يعتادوا عليها، وفعلا خدت تعويض 320 ألف دولار. لكن مش هتقدر تستفيد بيهم لأن صدر أمر بترحيلها ومستنيها في روسيا عقوبة بالإعدام أو بالسجن مدى الحياة بتهمة قتل علا.